حصاد الجنوب أهلا بكم. عبر الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء لقائه السفير أحمد فاروق سفير مصر غير المقيم لدى اليمن اليوم عن تقديره العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين. الجانبان بحثا آفاق التعاون المشترك في الجوانب الأمنية وسبل تعزيزها بالتزامن مع تولي القوات البحرية المصرية مهمة قيادة القوات الدولية المشتركة لتأمين باب المندب وخليج عدن لحماية أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية. وفي سياق آخر، اطلع الرئيس الزبيدي خلال لقائه نائب رئيس اللجنة العسكرية والأمنية اللواء طاهر العقيلي على سير عمل اللجنة ونتائج نزولاتها الميدانية إلى المناطق والمحاور العسكرية والمهام التي أنجزتها في جدول أعمالها، بالإضافة إلى الخطة التي ستعمل عليها اللجنة في الأيام القادمة لتنفيذ المهام العسكرية والأمنية الموكلة إليها، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ تلك المهام وفق الخطة المعدة من قبل رئاسة اللجنة. شيعت جماهير محافظة الضالع اليوم جثمان الشهيد البطل حاتم حمود محسن محمد الجحافي من أبطال القوات المسلحة الجنوبية إلى مسقط رأسه في منطقة السرير بعاصمة مديرية جحافة. وورى جثمان الشهيد الثرى عقب أداء الحشود الشعبية الصلاة عليه وإلقاء نظرات الوداع من قبل أهله ومحبيه وسط حالة حزن عمت أوساط الأهالي. ورياضيا، أعلن نادي التلال الرياضي والثقافي التعاقد مع لاعب الكرة الطائرة محمد سالم الرماح للعب في صفوفه خلال الاستحقاقات الرياضية القادمة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.